ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ هنحل مع بعض محافظة الاسكندرية اللي معاه كتاب الأضواء من محافظات كتاب الأضواء هيفتح صفحة 47. واللي معاه كتاب المراجعة بتاعنا هيفتح صفحة 57. خلينا يلا نبدأ نحل. بيقول لي من طرق التكاثر الخضري الصناعي في النباتات. نقط ونقط. تكاثر الخضري الصناعي في النباتات، نديله مثلا التطعيم، ده تكاثر خضري صناعي. زراعة الأنسجة تكاثر خضري صناعي. ماشي. النغمة الصادرة من الشوكة لأنها تعرف بإيه؟ تعرف بنغمة أساسية. النغمة اللي طالعة من الشوكة لأننا نغمة أساسية، بينما النغمة اللي خارجة من الكمان دي نغمة مركبة. تتضمن الاهتزازة الكاملة 4 إزاحات وتسمى كل منهما ساعة اهتزازة. السؤال ده مهم جدا، مسابش امتحان. بيقول لي بعد إتمام عملية الإخصاب تنضج البويضة متحولة إلى إيه؟ البويضة فيها ب تتحول لبذرة فيها ب، لكن ينمو المبيض مكونا ثمرة طبعا. نكمل. بيقول لي استخرج الكلمة الغير مناسبة. الجلد وورقة الشجر والخشب والزجاج. أكيد طبعا الزجاج، لأن الباقي كله أوساط إيه؟ معتمة، يبقى هقوله عشان الباقي أوساط مالها معتمة. طب تمام. حركة بندول البسيط وحركة السلك الزنبركي وحركة لعبة النحلة وحركة الوتر المشدود. حركة لعبة النحلة ليه؟ لأن كل دول حركات دورية اهتزازية، لكن حركة لعبة النحلة حركة دورية غير اهتزازية، فهقول عشان كل دول حركة دورية مالها اهتزازية، لكن كل اللي فات دورية ومش اهتزازية، لكن حركة لعبة نحلة دورية ومش اهتزازية. سبلات بتلات قرابة درانات. هختار الدرانات ليه؟ هقوله لأن الباقي أوراق محيطات ايه؟ زهرية. أوراق المحيطات الزهرية. نكمل كلام. بيقولي من الشكل المقابل عايز أجيب مسار الأشعة. هو يا ولاد هنا نزل ب30. بص يا ولاد عشان ملخبطش نفسنا كتير أنا محفظة. احنا أول حاجة بنعملها بنعمل عمود مقام. عشان الصورة توضح كده احنا بنعمل عمود مقام بالمنظر ده، وبعد عمود المقاوم بطلع الشعاع التاني اللي هو طالع كده اهو. الزاوية اللي موجودة هنا اهو تساوي الزاوية اللي موجودة هنا اهو، فالزاوية دي ب30 يبقى دي كلها كام؟ 90. 90 كلت منها 30 يزيد كام هنا اهو؟ يزيد 60. وطالما زاد 60 هنا اهو يبقى الزاوية دي تساوي الزاوية دي، فستين هنا اهو يبقى 60 زيها هنا اهو. فأنا بكل بساطة هو عايز ايه؟ اكمل مسار الأشعة. أنا أكملت مسار الأشعة أصلا من غير ما يطلبه. وعايز زاوية الانعكاس هتساوي كام؟ 60، وبعد 60 أقوله 60 درجة طبعا. تمام. بيقول لي صوب بقى. عند دوران عجلة الصفار بمعدل 150 دورة في الدقيقة كان تردد الصوت 100 هرتز، فعايز عدد الأسنان. عجلة صفار ايه؟ هقول له ت في زال على د. تمام. الته بكام؟ الته ب100. 100 في كام؟ في الزال عدد الدقيقة كام؟ الدقيقة 60 ثانية. تمام. على د عدد الدورات 150. 100 في 60 على 150 هتساوي 40، يبقى المفروض 40 سن مش 30 سن. تحتوي الزهرة التي يرمز لها بالرمز كذا على قرابل وأزياء. قرابل وأزياء يبقى الزهرة اللي يرمز لها بالرمز ده اللي هو المذكر مع المؤنث. تمام. إن القرابل دي بتاعت المؤنث والأزياء بتاعت المذكر. تهتز جزيئات الوسط في نفس اتجاه انتشار الموجة في الموجة الإيه؟ في الموجة الطولية. أثبت العالم ماكس بلانك أن الضوء يتكون من بروتونات. لا، ماكس ده كان بيتكون من فوتونات مش بروتونات أبدا. ماكس بلانك. تمام. عايز أذكر مثال على ظاهرة مرتبطة بانكسار وانعكاس الضوء. ظاهرة مرتبطة بانكسار وانعكاس الضوء هي مفيش غير ظاهرة معروفة عندنا، ظاهرة السراب. جهاز يصدر موجات فوق سمعية. جهاز السونار هو اللي بيصدر الموجات الفوق السمعية. موجة تنتشر في الفراغ. موجات الضوء. الضوء بينتشر في الفراغ فأقوله موجات الضوء المرئي. قارن ما بين هرمون الاستروجين والتستوستيرون من حيث منتج الهرمون. يعني مين يا ولاد اللي بينتج الهرمون ده؟ فكر معايا كده. الاستروجين كان بينتج منين؟ ايوه صح، كان بينتج من المبيض. لكن تستوستيرون قلت لك الراجل بتاع المايك اللي بيبقى ماسك المايك ويقعد يقول لك تست 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 تست، يبقى ده افتكر ان هو تبع الذكر، يبقى بيفرز من الخصيتين.
نكمل. تعالى. بيقول لي اختر. يتساوى التردد مع الزمن الدوري عندما يقوم ثلاث اهتزازات كاملة خلال قد ايه ثانية؟ بالراحة. بيتساوى التردد مع الزمن الدوري، يعني عايز بص يا ولاد، التردد مع الزمن الدوري ما يتساويش غير في حالة واحدة بس، ايه هي؟ لما يكون عدد الاهتزازات يساوي الزمن. تعالى اكتبها لك. لما يكون عدد الاهتزازات يساوي الزمن، وقتها التردد يتساوى مع الزمن الدوري. عندما يكون الجسم عمل 3 اهتزازات خلال كام ثانية؟ خلال 3 ثواني. تمام. النغمات الحادة يكون لها نقط. نغمة حادة هيكون لها تردد عالي. النغمات الحادة بيكون لها تردد عالي. ينتج المبيض الأيسر في أنثى البيضة ناضجة كل كام يوم؟ اختار 28. مبروك، غلط. ليه؟ حدد لك. قال لك المبيض الأيسر. احنا قلنا المبيضين بيشتغلوا بالتبادل، وده يشتغل 28 يوم وده يشتغل بعديها 28 يوم. فالمسافة ما بين المبيض الأيسر عشان يشتغل لتاني مرة 28 زائد 28 يبقى 56. السؤال حلو جدا ده. إذا كانت المسافة بين القمة الأولى والقمة الخامسة لموجة مستعرضة 40 سنتيمتر. بص يا حبيبي، أنت عايز ترسم وتقعد ترسم الموجات وتعدي بقى كام موجة من الأولى للخامسة براحتك، بس أنا عندي حل تاني أحسن لك. من القمة الأولى للقمة الخامسة اطرح 5 ناقص 1 يزيد كام؟ 4. يبقى هما 4 إيه؟ موجات. يبقى أنا كده جبت عدد الموجات. للموجة المستعرضة مسافتها 40 سنتيمتر، يبقى دي الإيه؟ المسافة الأفقية. عايز أجيب الطول الموجي. الطول الموجي بتساوي إيه؟ المسافة الأفقية على عدد الموجات، يبقى 40 على 4. فيها كام ال40 على 4؟ فيها ال10. نكمل. ده علامة صح أو غلط. بيقول لي تتناسب سرعة البندول البسيط تناسبا عكسيا مع مقدار إزاحته بعيدا عن موضع السكون. تتناسب سرعة البندول البسيط تناسب عكسي مع الإزاحة. صح. كل ما تبعد، كل ما ما السرعة تقل الإزاحة تزيد. كل ما بعد كده اهو، يعني طول ما أنا ببعد كده طول ما أنا السرعة بتقل والإزاحة بتزيد. في التلقيح الزيت تنتقل حبوب اللقاح من منطقة الزهرة إلى مياسم نفس الزهرة. صح. تلقيح ذاتي. ينكسر الشعاع الضوئي مبتعدا عن العمود المقام عند انتقاله من الهواء للزجاج. مبتعدا غلط، مقتربا. ليه؟ لأن الهواء يا ولاد هو أقل كثافة والزجاج أكبر، فهو بيتنقل من الأكبر من الأقل للأكبر. احفظ، طالما بيتنقل من الأقل للأكبر يبقى ينكسر مقتربا. ماشي. ماذا يحدث عند زيادة كثافة الوسط بالنسبة لشدة الصوت؟ تزداد شدة الصوت. زودت الكثافة تزداد الشدة. تزداد شدة الصوت. ماشي. اكتب المصطلح العلمي المسافة التي يقطعها الضوء في الثانية. مسافة وزمان يبقى أكيد سرعة، بس هو قال لي الضوء يبقى سرعة الضوء. كمل. بيقول لي بيقول لي الحركة التي تتكرر باتزان على فترات زمنية متساوية دي حركة دورية. ساق قصيرة تحولت بعض أوراقها لتكوين أعضاء التكاثر. ده ساق قصيرة الزهرة. تمام. احنا كده خلصنا. لا لسه فاضل حاجة كمان اهو. تعال. بيقول لي المنطقة التي ترتفع فيها كثافة وضغط الموجة الطولية. ده التضغط. مقاسم بعض الأزهار ريشية لزجة. علل ليه مقاسم بعض الأزهار ليه لزجة؟ لالتقاط حبوب اللقاح. يبقى هاجي جنبيها كده اهو وأقول له لالتقاط حبوب اللقاح. لالتقاط حبوب اللقاح المتطايرة في الهواء. السؤال اللي بعديه. تستخدم بعض الموجات فوق السمعية في تعقيم المواد الغذائية. ليه؟ عشان هي عندها قدرة إنها توقف أغلب أنواع البكتيريا. يبقى أقول له هتكتب له كده زي ما أنا بقولك. لقدرتها الفائقة في إيه يا مستر؟ في القضاء على بعض أنواع البكتيريا ووقف
نشاط بعض الايه الفيروسات. نكمل يا صديقي. بيقول لي السائل المنوي لها خواص قلوية. دي السائل المنوي لها خواص قوية عشان يعادل الحموضة بتاعت مجرى البول وما تموتش الحيوانات المنوية. هقول له لتعادل حموضة مجرى البول. وتاني وهقول له وحتى لا تموت الحيوانات المنوية أثناء مرورها في مجرى البول. ماشي. اذكر اسم المرض السبب فيه كل مما يلي. بص انا محفظك الحلزونية فيها زال، زهري فيها زال، عشان السؤال ده هيتكرر كتير فلازم تبقى انت عارف التركة دي. حلزونية فيها زال، الزهري فيه هو كمان ايه؟ زال. يبقى هاجي عند دي اقول له حلزونية، بيسأل على اسم المرض، مرض الزهري. بيسأل عليها اقول له كروية، حمى النفس. بس كده خلصنا المحافظة دي.